اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم، مساء النور، مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين. وينكم صحابي؟ شنو عاملين؟ إن شاء الله كلكم في صحة وعافية، إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير يا ربي. إن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار الطيبة. حبيت هكايا اليوم نجيكم فيديو هكايا فيه شوية طبيعة هكا، فيه بالحق تشوف هكايا أعصابك ترتاح الحقيقة. أول ما نبدأ نرحب بيكم أخواتي الكل اللي انضميتوا لعائلتي الصغيرة. قناتي قاعدة تكبر بيكم ومعاكم أكيد بتعليقاتكم باللجام متاعكم. إن شاء الله ربي يفرحكم كيما ديما مفرحيني. وأكيد عادة ما تنسوش باش تحطوا ديجام وكومنتات في الفيديو متاعي. إن شاء الله الكلكم هكايا ناشطين وصحتكم لاباس الناس الكل وأحوالكم طيبة. وإن شاء الله وانتم تشوفوا في الفيديو متاعي اليوم تكونوا في أحسن حال. اليوم هكايا باش نخليكم شوية مع الطبيعة، ومن شيرة أخرى جبت لكم وصفة راهو ما تقولوش جيت يديا فارغة. باش نعمل معاكم كيكة هكايا بصراحة بنينة وفاوحة على الآخر وزيد ساهلة، ومعناها تعملها فيسع فيسع. هاكا عاد توا قريب سيدي رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين لا مفقودين. باش نقصوا من الكيك وباش نولوا عادة في الحاجات الحلوة عادة، وفي جو سيدي رمضان إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان. أكيد باش تبداو معايا عادة باش نصوروا كل يوم الوصفات ونعطيكم دبارة وتعطوني نتوما زاد دبارتكم، وإن شاء الله هكايا نوصلوا له بالسلام يا ربي، وإن شاء الله نصوموه بصحة البدء. باش نبدأ معاكم عادة بالوصفة متاعي هكايا. باش نستحقوا عادة اليوم الكيكة متاعنا. 3 كعبات عظم، كيس حليب، 70 جرام زبدة، هكاكا ونص كيس زيت. اقعدوا معايا تو خليلكم الوصفة مكتوبة في صندوق الوصف. أول ما بديت هكايا جبت 3 كعيبات عظم، جبت السكر فاني 2 ساشيات هكايا سكر فاني، وأكيد سكر فاني متاعنا البنين الفاوح. لهنا جبت كيس سكر، هاكا الكيس هذا يهز 160 ملي. حطيت رشة ملح. وتوا هكايا باش نبدا نركض في العظمات متاعي اللي أكيد باش يكونوا بحرارة الغرفة. كيما تعرفوا باش تحبوا الكيكة تجيكم ناجحة تعملوا ديما العظم بحرارة الغرفة. جبت هكايا باش نركضهم شوية حتى للي يولي الخليط أبيض. ما عادش معناها ثم سكر، وقتها نبداو هكايا باش نصبوا الزيت متاعنا بشوية بشوية. أوكا جبت نص كاس زيت نباتي نصبوه بشوية بشوية، ومن باراليل احنا قاعدين نركضوا فيها. نبقاو نركضوا بالكدا بالكدا حتى يذوب السكر وحتى يمتزجوا المكونات الكل مع بعضها. لهنا الكيكة متاعي هذيا تنجموا تعملوها برشا طرق، تنجموا تعملوها بالشوكولا، تنجموا تعملوها بالقارص، تنجموا تعملوا باللي تحبوا. أنا عملتها اليوم كيكة نوتر حبيتها كيف ما هي. جبت لهنا 2 كيسان ونص فرينة الأكيد باش نغربلهم بالكدا، هاكا حطيت الكاس الأولاني ومن بعد باش نحطو الكاس الثاني ونكملو نص الكاس. أنا حسب الفرينة متاعي استعملت 2 كيسان ونص، وانتوما عينكم ميزانكم في الفرينة متاعكم. جبت لهنا باكو خميرة مرطبات زادا باش نغربلو حتى هو معاهم ونحطو ونكمل الفرينة متاعي. أكيد من شيرة أخرى قاعدة حلة الفور تسخن على 180 درجة من فوق ومن اللوطة، نخليها تسخن بالكدا باش من بعد كي نطيح كي نحطو الكيكة ما تطيحش معناها، تبقى لنا كيف ما هي ما شاء الله. لأني كملت غربلتها كيما قاعدين نشوفوا بالكدا بالكدا، وتوا جيت باش نحرك المكونات نخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجوا. أكيد فما حاجة مازالت ناقصة اللي هي الحليب، واليوم جبت لكم أستيوس هكايا تعمل الفارق في الكيك بصراحة. تجي الموس والكيك يجي خفيف وهشوش وزيد فيه بن حاجة أخرى. لميت هاذوما مع بعضهم، حسيت هكايا كيس حليب يسخن على الغاز. هو هذايا، وجبت ما يقارب 70 جرام هكاكا زبدة باش نحطها تذوب في الحليب هذايا. هاكا حطيتها. توا أكيد ننصحكم ما باش تستعملوا زبدة حيوانية على خاطر تجيكم أبن وخير. لهنا ما تستعملوش المارغرين على خاطر هي بطبيعتها معناها الكيكة فيها الزيت والكل.
من المستحسن إنكم تستعملوا الزبدة الحيوانية، بالحق شوفوا ما شاء الله تجيكم من بعد فاوحة على الآخر هكايا الكيكة وبنينة وهشوشة. توا والحليب سخون نصبوها، ما تقولوش فما عظم دونك باش يعمل عظم لا لا سي بون العظم راهو ركضناه وتهانينا عليه، دونك لهنا هاكا باش نكمل نخلطها بشوي بشوي حتى يدخل المكونات الكل في بعضهم وحتى تولينا الكيكة ما شاء الله مرتوبة وعلى محلاها. لهنا الحقيقة تحبوا من بعد تعملوها كيك مربري، تحبوا تعملوها كيك بنوازيت، باللي تحبوا نتوما، بالشوكولا، بالكاكاو، كيما أنتم تحبوا الحقيقة. أنا راني فضّلت اليوم نعملها كيكة عادية simple كيما قُلت لكم neutre ما فيها حتى شيء، خاطر ديما نعمل مربري، ديما نعمل بالشوكولا، ديما نعمل اليوم حبيت هكايا تكون مع كويس تاهي باش نعملوها إن شاء الله معاها من بعد. هكايا تكون خير وsimple خير من تبدا بالشوكولا ولا بحاجة. جيتكم هكايا بعد ما حطيت في المول متاعي أكيد عملتلو الزبدة والفارينة باش ما يشدناش إن شاء الله، وحطيت هكايا عملت خط في الوسط كيما شفتوني، جبت هذيا الزبدة قصيتها هكايا ديمورسو باش نحطها في الوسط باش من بعد الكيكة متاعنا تجينا ما شاء الله هكايا منفوخة وتجينا فيها شفتوها الفازة تجيكم هاك الشقة هاذيك متاع الكيكة كي نشروها من الشارع. هاكا لهنا هي سخونة خرّجتها، الحقيقة المول هذايا أول مرة نستعمله، دونك حسيته أصغر شوية معناها المكونات أصغر شوية، المرة الجاية إن شاء الله نعمل على حار عظم، نتصوروا يجيني ما شاء الله تجيني معناها كيكة عالية كيف ما أنا نحب. هذه هي الكيكة متاعنا كيما قاعدين نشوفوا فيها مازالت سخونة هشوشة ما شاء الله حمرا في حقها هكايا، لهنا جبت لها شوية شحور هكايا حبيت نشخشخها بشوية شحور، هي ما شاء الله طرية وتزيد تعطيها لمعة هكايا وبنة. لكم حرية الاختيار في التزيين، لكم حرية الاختيار معناها شنوا باش تعملوا فيها، لكم حرية الاختيار بالحق معناها، أنتم شنوا تحبوا تحطوا فيها. أنا اكتفيت هكايا بشوية فستق، وتوا عادة كيما العادة تعرفوني كيف نعمل كعبة كيك ما نصبرش عليها، ما نخليهاش تبرد في عقلها باش كي نقصها تجيني مستوية تجيني هكايا مرتوبة لا لازمني ديريكت نقص ونخرج مورس ونشوفو هي خزرولها كيفاش الفابور خارج منها سخونة مازالت منكوشة، الصبر لا. قصيت هكايا مورسو باش نذوقو عادة ونشوفو مع بعضنا البنة متاعها. لهنا كيما قاعدين تشوفوا هايكا جبت لكم هكايا المورسو راهي مازالت سخونة تشوي، حطيته هكايا في الصحن بالحق جات تبارك الله بنينة وفاوحة وماما عملت فيها زوز سكر فاني، جا الفاني ما شاء الله فاوح على الآخر في وسطها. وهذه هي الكيكة متاعنا لليوم، هاكا عطيتكم كيكة ساهلة ماهلة من غير لا كاكاو لا شوكولا لا حتى شي، عندك 3 كعيبات عظم، عندك زوز كيسان ونص فرينة، عندك كويس سكر، انطلق اعمل الوصفة هذي وكملت معاها كويس عادة تي متاع العشوية بشوية قارص وشوية نعناع عندك كعيبة لوز ولله الحمد مع طريف الكيك بالحق كيكة ما شاء الله وعشوية إن شاء الله تعجبكم الفيديو اليوم وإن شاء الله تكون حصلت الإضافة وإن شاء الله تخليوا لي هكايا كومنتير مزيان كيفكم وإن شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي فيه برشا حاجات جديدة وفيه هكايا هكا معايا اقعدوا تبعوني نخليكم في أمان الله وبسلامة.